اهلا بيكم معاكم قناه مطبخ فوف. النهارده جايه اقدم لكم فطائر بحشوات الجبن بطريقه سهله جدا وبسيطه. زي ما انت شايفه كده طالعه ما شاء الله عليها. لو عايزه تعرفي عملتها ازاي يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندي نص كيلو من الدقيق المنخول، كوبايه ميه دافيه، كوبايه لبن دافيه، ربع كوبايه من زيت الذره، 3 معالق من الزبادي، وعندي بيضه، معلقتين من السكر، معلقه كبيره من الخميره، نص معلقه من البيكنج باودر، ذرة ملح، وثلاث معالق من اللبن البودر. محضرة عندي العجان نزلت فيه بالدقيق، هنزل عليه بباقي المكونات: البيضة مع الخميرة والسكر، وعندي البيكنج باودر وذرة الملح، اللبن البودر والزبادي، وربع كوباية من زيت الذرة. وهعجنها على السرعة رقم 2 لحد ما المكونات كلها تختلط مع بعضها بالشكل ده كده. هجيب عندي كوباية اللبن الدافية وانزل بيها على المكونات، وهعجن للمرة التانية على السرعة رقم 2. بعد كده هنزل عليهم بكوباية المية الدافية، ولازم المية واللبن يكونوا دافيين علشان الخميرة تتفاعل بسرعة. هستمر في العجن لمدة 10 دقايق على السرعة رقم 3 لحد ما تشكل عندي عجينة طرية وناعمة بالشكل ده كده. هنزل العجين على سلاح العجان واجمعها واسيبها في مكان دافي لمدة ساعة تختمر. زي ما انت شايفة بالشكل ده كده العجينة طالعة ما شاء الله عليها، خدت حقها في العجن كويس جدا. هكون محضرة عندي بعد ما تختمر، هكون محضرة عندي الحشوات. انا هحشي بميكس جبن، وعندي جبنة بيضة مع فلفل الالوان والزيتون، جبنة شيدر مع رومي، وعندي سمسم، وعندي ربع كوباية من المية مع معلقة من العسل الاسود. هجيب قطعة من العجين هفردها وانزل بالحشو فيها بالشكل ده كده. هقفلها كويس جدا تديني الشكل البيضاوي ده. بعد كده انزلها في العسل مع الميه، وبعد كده على السمسم علشان السمسم يمسك فيها كويس. هرصها في صواني ألمونيا بالشكل ده. بعد ما احشي الفطائر كلها هسيبها في مكان دافي لمدة ربع ساعة تختمر. هجيب عندي سكينة وهعمل فيها فتحات او شرايح بالشكل ده كده تديني شكل حلو قوي اثناء التسوية في الفرن. هسيبها في مكان دافي لمدة ربع ساعة. بعد كده اكون محضرة عندي الفرن، والفرن يكون سخن. هتدخل الفرن لمدة ربع ساعة. أول ما الاقيها استوت واحمرت من تحت اولع الشواية تاخد اللون الذهبي، وبعد ربع ساعة هتطلع وتبقى معايا بالشكل ده كده. أول ما تطلع من الفرن هغطيها لمدة 3 دقايق علشان تفضل طرية معايا. زي ما انت شايفة طالعة ما شاء الله هشة جدا، طرية قطنية خالص، بجد روعة. تنفع معاكي في الفطار وفي العشاء مع الولاد في المدرسة في اللانش بوكس في أي رحلة. بجد طعمها حلو جدا، مفرغة جدا زي ما انت شايفة كده. دي بحشو ميكس الجبن رومي مع شيدر، وديت الجبنة البيضة مع الفلفل الألوان والزيتون. زي ما انت شايفة طالعة ما شاء الله قطنية جدا، طعمها بجد خطير. مش عايزة اقولك ريحتها كمان حلوة قوي. لو أول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك من وصفات مطبخ فوفة. واستنيني في وصفات تانية كتير بإذن الله هتعجبك. ما تنسيش اللايك والشير. باي باي.